السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب ميرو عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بألف خير، مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم احلى واجمل متابعين. هلا 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 وغلا بالخميس، هلا. تعالوا النهارده بقى يوم الخميس علشان كلنا نهيص. هعرفكم في الفيديو ده ان شاء الله بعون الله اسرار وتكات وحركات بقى وجمال الحلويات الشرقية من ايد السفيرة أميرة. انزلي حطي لايك للفيديو وتابعي الفيديو للنهاية علشان هتسمعي حاجات بأمانة أول مرة تسمعيها لنجاح صينية البسبوسة ولنجاح صينية الجلاش اللي بنجيبهم من بره بأسعار يعني مرتفعة جدا وجودة مفيش، كلها سكر كلوكوز وكلها تبوع النفس بقى كده. إنما انت الحاجة اللي من إيديكي هتطلعيها تاخدي قطعة واتنين وتلاتة من جمالها ومن كتر ما انت ظبطاها. وعلشان نبدأ نقول بسم الله في المقادير لازم الأول نعمل شربات البسبوسة. نبدأ الأول بالبسبوسة وهنشرح ونقول، بس يلا صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا كزرولة كده على النار، هحط فيها كوباية سكر على كوباية مية على عصر نص ليمونة، وهاسيبهم على النار تقريبا من 5 ل7 دقايق، لان شربات البسبوسه بيبقى شربات خفيف. طبعا انا هستعمل الشربات ده على طول دلوقتي في نفس اليوم كده للوصفه، فعادي ممكن تقلبي عادي. لكن لو بتعملي شربات عشان تحطيه في التلاجة ما تحطيش فيه معلقه نهائي. هنسيب الشربات على نار هاديه ونرجع له كمان 7 دقايق. مكونات او مقادير البسبوسه معايا هنا. لنجاح البسبوسه لازم يكون عندك صينيه اللي هي ام سور واطي دي، خلاص ام حافه واطيه، مش الصينيه ام حافه عاليه بتخلي البسبوسه بتاعتك تشقق. الصينيه ام سور عالي ما بتطلعش النتيجه الحلوه بتاعه المحلات او المصانع. فانا معايا صينيه اهي، دي مقاس 28، وهقول لكم المقادير بتاع الصينيه دي لان انا زوجي بيحب البسبوسه رفيعه رقيقه ما بيحبهاش عاليه. اول سر اهو قلناه في الصينيه. تاني حاجه ان شاء الله احنا شغالين مع بعض هنقول. معايا هنا كوبايه الا ربع سمنه وكوبايه الا ربع لبن وكوبايه سكر. المفروض الخليط ده معاكي فيه معلقتين جلوكوز او معلقتين عسل نحل، او يكون عندك شويه شربات يكون عندك معلقتين شربات تقيل، معلقتين سيرب تقيل. يعني عندك 3 اختيارات. انا النهارده هستعمل عسل النحل عشان متوفر عندي. معايا بقى نص كيلو من سميد او دقيق البسبوسه صافي ما عليهوش اي اضافات من عند العطار، مش جايبه اكياس جاهزه، انا بستعمل ده سميد البسبوسه ده. هنزل عليه بالكوبايه الا ربع زبده كده او سمنه بلدي، وفي المرحله دي تقدري تقلبي وتعملي اللي انت عايزاه. دخلي كل كوبايه السمنه شربيها وقلبيها كويس جدا، هتبقى معاكي كده ايه، مرمله زي الرمله المبلوله كده. اديكي ايه، قلبتي وعملتي وشقلبتي من فوق لتحت زي ما انت عايزه. لكن في المرحله التانيه البسبوسه ما بتتقلبش كتير. معايا حله وهروح ادفي بقيه المكونات دي على النار دفيان. نزلت بكوبايه الا ربع اللبن، عليها كوبايه الا ربع السكر، ومعلقتين عسل النحل او معلقتين عسل كلوكوز لو عندك، او معلقتين سيرب تقيل انت عاملاه، اللي هو بتعمليه نص كوبايه سكر على ربع كوبايه ميه بيتكون معاكي شربات تقيل. هو ده اللي بنحطه على اللبن والسكر في الوصفه دي. خلاص هدوبهم كده واروح على النار، وكان الشربات لسه ورا اهو، ما عداش طبعا 3 4 دقايق، لكن 7 دقايق بالظبط هطفي عليه. انا مش عايزه الخليط بتاعي او المكونات بتاعتي دي تغلي ولا تسخن قوي تولع يعني. انا بمجرد بدوب السكر في اللبن بتبقى دافي، برجع بيه بقى علشان انزل بيه على ايه، على البسبوسه المبسبسه الجميله اللي فرقناها بالسمنه. البسبوسه النهارده ده سر اسرار المصانع. مش هقول لك المصانع بقى، انا ما اعرفش، ما اشتغلتش في مصانع ولا دخلت مصانع قبل كده، لكن من بق شيف حلواني. طبعا كل اللي متابعني وعارف فيديوهاتي القديمه عارف انا اقصد الشيف مين. طبعا هو عنده مصانع حلويات ما شاء الله وبارع في الحلويات. فاول نصيحه نصحني بيها وقال لي ان المحلات بره ما بتحطش بيكنج باودر على غير المتعارف عليه. البسبوسه بتدهن الصينيه مش طحينه، احنا مش هنوضب طبق فول يا جماعه عشان نفطر. البسبوسه بتدهن صينيتها بسمنه، سمنه بلدي. البسبوسه كمان ما بتبقاش لا عاليه ولا واطيه. البسبوسه ما بتبقاش لا خفيفه ولا تقيله. البسبوسه ده قوامها بتنزل كده بسلاسه معاكي من الطبق، لا بتبقى خفيفه ولا تقيله، اللي هو لما تنزليها في الصينيه وتحركي الصينيه كده بتتفرد وتجري في الصينيه بتاعتك. اول ما عملت الحركه دي سبتها 5 دقايق على الرخامه،
ورُحت شغّلت النار، بتخش على درجة حرارة 180 ما بتاخدش إلا 15 دقيقة، أول ما الحروف بتاعتها بتحمر باروح أشغّل الشواية وأدّيها وِش كده دهبي جميل، ولمّا تطلع هنشوفها وهنسقيها مع بعض. إيه يا ميرو هتعملي إيه تاني؟ هنعمل جلاش، ما النهارده الخميس بقى عايزين ناكل ونهيص. بُصّوا بقى، طبعًا أنا الفرن بتاعي كبير ما شاء الله، وما شاء الله بيسوي خروف، فهاولّعه عشان صينية بسبوسة، أسكت أنا ما اسكتش، رُحت جايبة لفة جلاش من عند الفطاطري، جلاش نُص كيلو لفة كاملة، مش الجلاش الجاهز اللي في العلب، خلاص؟ هاعمل له برضه زي البسبوسة شرباته الأول علشان يبرد، أنا محتاجة النهارده الشربتين باردين، بتاع البسبوسة وبتاع الجلاش خلاص، لكن جلاش سوري شربات أو سيرب الجلاش بيبقى تقيل ما بيبقاش خفيف، الجلاش والكنافة بيبقى شرباتهم تقيل، يعني أنا هنا حطيت كوبايتين سكر قصادهم كوباية ونص مَيّة وعصير نص ليمونة. لازم السكر هنا يبقى أكتر من المَيّة، مش زي البسبوسة كوباية سكر قصادها كوباية مَيّة، أو كوباية وربع سكر قصادها كوباية وربع مَيّة عشان يطلع خفيف، لأ، ده الجلاش بياخد سيرب تقيل، فكوبايتين سكر وكوباية ونص أو كوباية وربع كمان مَيّة، وعصرة الليمونة، وهنروح نحطهم على نار عالية، هارفع الكلام ده على نار عالية الأول، أول كام دقيقة كده يغلي غلوتين، بعدين هاهدّي النار خالص علشان يتقل ويأثّر معايا كده ويعمل لي سيرب تقيل، أنا عايزة السيرب ده تقيل، وطبعًا مش هيبقى تقيل معاكِ إلا لمّا يبرد، إلا لمّا يبرد، يبقى إحنا كده قُلنا الأسرار بتاعة الشربتين، وأنا الحقيقة كنت الأول باعمل البسبوسة هي تطلع من الفرن سخنة مولعة، والشربات يبقى سخن مولّع، تنزل كده تعمل تِش فاهمني؟ لأ، هي غير ما إحنا فاهمين خالص، وكنا فاهمين برضه إن بيتحط لها baking powder، هي مش كيكة يا جماعة، ما بيتحطلهاش baking powder لا المصانع ولا محلات الحلواني بيحطّوا للبسبوسة baking powder أبدًا، وبتطلع هشة وطرية وجميلة وهتشوفوها معايا. خلاص هاسيبه بقى على نار هادية كده، الأول نار عالية زي ما فهّمتكم، ويغلي شويتين 3 كده، وبعدين أهدّي النار علشان يتقل معايا ويبقى سيرب تقيل، طبعًا لازم أحطه في مكان متهوي كده قدّام مروحة بقى، قدّام شباك عشان يبرد خالص، تبقى الجلاش سخن وهو ساقع. معايا بقى أنا هنا الطريقة المحببة لقلبي، أسرع وأسهل طريقة تعملي بيها الجلاش الحلو. الجلاش ده هاحشيه النهارده مكسرات أو سوداني أو whatever اللي عندِك بقى يعني حسب إمكانيات كل بيت، لكن مش هندهنه ورقة، ورقة ولا غلبة، غلبة ولا أي حاجة خالص، إحنا مش ناقصين وجع قلب، إحنا لفة الجلاش أهي معانا، ما شاء الله ده نُص كيلو صافي 500 جرام، هاقسمه نُصّين وهتشوفوا دلوقتي وهنشتغل مع بعض بالراحة. مسكت مقاس الصينية بتاعتي المستطيلة دي خلاص وسهّلي على نفسِك يعني علشان لو حطيتِ هتفضلي بقى تتني وتجيبي من اليمين ومن الشمال لأ، كإنِّك واقفة على بنك كده ماسكة باترون أو ماسكة حتّة قماشة وبتفصّليها وبتقصّي كده الله يرحمك يا بابا. خلاص، طبعًا بالمناسبة يعني بمناسبة الكلام أنا والدي كان خياط، فعشان كده أنا باقول الله يرحمك لإن كانت وقفته يعني المفضلة دي على البنك وكان بيقص وكده، ألف رحمة ونور تنزل عليه حبيبي. قسمت الجلاش ليه نُصّين، وأهم حاجة تدّي سمنة حلو جدًا في قاع الصينية اللي هتشتغلي فيها، ادّي سمنة حلوة من فوق ومن ومن الجناب ومن كل حاجة. هامسك بقى مش هنمسك ورقة، ورقة ولا هندهن ورقة، ورقة ولا غلبة ولا أي حاجة، ده إحنا هنحط نُص لفة الجلاش تحت، وبعدين الحشوة، وبعدين نُص اللفة فوق، لكن طبعًا القصاقيص أو ورق الجلاش اللي طلع من القص من الجنب ومن هنا ومن هنا ده طبعًا مش هنرميه، إحنا ما بنرميش فتفوتة من أي حاجة، أنا حطيته كده في النُص وبعدين كمّلت عليه الورق الصحيح. تمام يا حبايبي؟ تمام. عندِك بقى أنتِ حُسن الاختيار في أي حاجة، ممكن صينية الجلاش دي تحشيها كاستر، ممكن تحشيها قشطة أو مهلبية اللي هي القشطة الكذابة اللي بنعملها، القشطة الكدابة دي، خلاص ممكن تحشيها بسبوسة، الجلاش يتحشى بسبوسة، ممكن تحشي أي حاجة عندِك، أنا ما عنديش مكسرات يا أختي المكسرات غالية ومش هنجيبها إلا في رمضان، ما هو مش هيبقى كلّه على الراجل الله يكون في عونه، هنحط بقى سوداني وهنحط جوز هند، خلاص؟ الزبيب ما يُفضّلش خالص في الجلاش، ما بيبقاش طعمه حلو بالمرّة، هو سوداني بس وجوز هند. خلاص كده،
حطيت الحشوة بتاعتي زي ما أنتم عايزين طبعًا، حطّوا بقى اللي موجود عندكم، إن شاء الله يا رب دايمًا عندكم الخير كلّه، وهانزل بقى بنُص التاني من لفة الجلاش. في أسهل من كده؟ والله العظيم ما في أسهل من كده، ولا أجمل من كده، ولا أشطر من كده ستات. تمام. هنقطّعها بقى، عايزة أقطّعها بشكل حلو زي بتاعة برّه، طبعًا أنا كنت جايبة مدفع أقطّع بيه، زهّقني وطلّع عيني، السكينة دي كبيرة بتاعة تورت وجاتوهات، هارميها دلوقتي وبعدين تلمة كمان مش حامية، وهاجيب سكينة صغيّرة كده إيه، سيراميك حامية بقى كده كانت جديدة عندي، هاكمّل بيها الشغل، أهي القمر دي. هاقطّع بقى كده زي إيه، المثلثات، يعني خدتهم كلّهم بزاوية كده بالمعوج لإن ده صاج مش مربّع ولا مدوّر، ده مستطيل، وهاعمل زي سبعات تمانيات، واخدين بالكم؟ يا رب يكون واضح قدّامكم، بس لمّا تستوي هتبان أكتر. سبعات تمانيات كده زي سمبوكسات، و ما تنزليش بالسمنة بتاعتِك إلا لمّا تعملي الحركة دي، لمّا تقطّعي الأول الجلاش، لو نزلتِ بالسمنة أو بالزبدة، وبالمناسبة دي مش سمنة، دي زبدة صفرا، زبدة صفرا نيوزيلندي، طبعًا كانت قالبة ريحة الجو. البسبوسة طبعًا في الفرن، الريحة خطيرة، وصينية الجلاش هادخّلها دلوقتي معاها، فالزبدة الصفرا أنا مش عارفة اللون طالع فاقع أوي كده ليه، مدّي على مش عارفة الكاميرا مجنونة النهارده، لكن طبعًا دي زبدة صفرا عادية نيوزيلندي اللي كلنا عارفينها. نزلت بقى ده تقريبًا نُص كوباية زبدة، تمام، نزلت بيها على الوش كده وهادخّلها الفرن برضه. ده الشربات بتاع الجلاش، لان الشربات ده خفيف، ده بتاع البسبوسه. البسبوسه خرجت من الفرن وهي سخنه، اديتها الشربات البارد، وانا اول مره في حياتي كلها، انا عملت البسبوسه 200 مره على القناه، دايما بتبقى هي سخنه والشربات سخن، لكن انا بقى اللي قال لي عليه الشيف عملته وقلت اجرب، فلقيتها الحقيقه بتاخد، يعني انت كوبايه السكر وكوبايه الميه اللي عملتيهم اسقي بيهم، ما تخافيش، ما تخافيش، ما تخافيش، هي هتفضل تشرب، 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 يعني بعد كام دقيقة كده هتلاقيها شربت يعني هتاخد اللي هي محتاجاه من الشربات، شايفين طرية وتحفة إزاي؟ لو لقيتِ أنتِ زيادة بقى كده عندِك في قاع الصينية، ميّلي بالراحة كده وفضّي شوية الشربات اللي طلعوا من تحت دول، لكن هي الحقيقة، وطبعًا رُحت بعد كده، هي الحقيقة خدتهم كلّهم، يعني ما فضّتش منها حاجة، شربتهم كلّهم، غطّيت بقى كده بفوطة نضيفة أو بصينية والّا حاجة عشان تفضل محتفظة بطريانها. بُصّوا بقى الجلاش عامل إزاي، ما شاء الله، ولا حاطين له baking powder ولا حاطين له أي حاجة، ده بيتوقف على نوع الجلاش بتاعِك، لو الجلاش بتاعِك نوعه حلو وطازة فريش، مش بقى له 200 سنة في التلاجات مرمي والّا عند الفطاطري، شايفين المنظر منفوخة إزاي؟ هنا سأسكت قليلًا. قمر صينية جلاش، قسمًا بالله قمر، 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 والطعم يجنن وحكاية والله حكاية. هو سُخن أهو، والسيرب بتاعه أنا كنت عاملة له حمّام مَيّة لإني ما كانش عايز يبرد، وأنا عايزة أسقيه وهو سُخن، رُحت حاطاه في الكنكة دي، وحاطاه في قلب حلة فيها مَيّة ساقعة من التلاجة، برد معايا هوا على طول جدًا. بُصّوا نازل تقيل إزاي، أهو، صمدي يا صمدي، وحوي يا وحوي، فاكرين الإعلان ده؟ بس طبعًا عند الحلوانية بيبقى شربات، مش شربات بتاعنا بالسكر والليمون، لا، لا، لأ، بيبقى عسل كلوكوز وطعمه وِحِش جدًا بيجزع النِفس، وبُصّي تاكلي قطمة كده من أي حاجة حلوة من عند الحلواني، إذ كان البقلاوة والّا الجلاش ده والّا البسبوسة، والله العظيم تبقي عايزة بعدها تاكلي حتة جبنة قديمة، من كتر ما نِفسي بتبوّع. لكن الشربات بتاعنا ده طبعًا كل حاجة من إيدِك حلوة، ربنا يحلّي دنيتكم ويحسن ما بين إيديكم جميعًا يا رب. أنا مش من أنصار أبدًا عمّال على بطّال الواحد يشتري في حاجات كده من برّه، أنا باحب حاجة البيت موت. طبعًا أنا هنا باشاور لكم على الصينية الأصغر من دي، وباقول لكم إن أنا جوزي بيحب البسبوسة رفيّعة كده، حتى ولادي اتعلّموا زيه كده، بيحبوها كده زي بتاعة برّه، مش بيحبوا أبدًا البسبوسة اللي تبقى عالية أوي وتخينة كده، بيقول لي: "ده أنا باحس إن هي عاملة زي الهريسة." عاملة زي الهريسة، أنا باحب البسبوسة رفيّعة كده، فأنا طبعًا باعمل اللي بيحبه جوزي وولادي، خلاص؟ فلو أنتِ عايزة كمية النُص كيلو سميد ده، عايزاها تبقى أعلى معاكِ من كده، صغّري الصينية، خلّيها في صينية مقاس 24. بُصّوا بقى الجلاش وجمال الجلاش كان خطير، بُصّوا السِوَى من تحت، فوق زي تحت، دهبي جولد كان خطير، أنا طبعًا هنا هاتّافس وهادوق وأنا كنت معذّبة كل اللي ورا الكاميرا، "إيه يا ميرو ده، ما أنتِ عندِك مكسّرات أهو، أُمّال بتضحكي علينا وحاطّة في النُص سوداني؟" والله يا أختي ما مكسّرات، عارفة ده إيه؟ ده فستق كدّاب، ده شوية سوداني مجروشين كده وملوّناهم بلون طعام غذائي أخضر، شايفين بقى الحركات والتَكّات، مش هتلاقوها إلا عند السفيرة أميرة.
ده بيدّي طبعًا ده سوداني جميل طبعًا ومفيد، وهي أصلًا محشية سوداني، وعندي اللي هي الألوان بتاعة الطعام دي، ألوان طعام صحية من عند بتاع بيع مستلزمات الحلواني. شايفين البسبوسة يا ولاد؟ كانت من جوّه طرية، ومن فوق ومن تحت كانت خطيرة، والله العظيم كانت حلوة، حلوة. الصينيتين دول النهارده أنا جوزي بيقول لي قسمًا بالله يعني أنتِ حرّمتينا نخش عند حلواني نشتري حاجة، من جمال الحاجة البيتي اللي بتعمليها. اللهم بارك، اللهم بارك. يعني الحمد لله مشهورة بالحاجات الحلوة اللي باطلّعها من مطبخي. شايفين أنا كنت معذّبة كل اللي ورا الكاميرا، عمّالة أنا أدوق وهُم بيصوّروني وهيتجنّوا. بُصّوا منظر حتّة الجلاش عامل إزاي، مزيكا بتغني، والّا البسبوسة بُصّوا مرمّلة إزاي. البسبوسة حلوة جدًا. أنا عايزة أقول لكم حاجة لا أخفي عليكم سرًا، أنتم أخواتي يعني. الفيديو ده كنت مسجّلاه كلّه بصوتي live كده، لقيته عامل فوق الحاجة و30 دقيقة، فلقيتكم ممكن تزهقوا وترقعوا بالصوت عشان باقة النت، رُحت ضاغطاه ضغطة جامدة جدًا وممنتجة بصوتي. ويا رب يكون عجبكم إن شاء الله، تجرّبوا الحاجات دي بنفس الطريقة، وإن شاء الله تطلّعوا أحلى نتيجة. شايفين؟ الحاجة حلوة جدًا، جدًا، ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وأقول لكم إيه، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم بقى في فيديو جديد كالعادة حلو وسهل ومفيد. هاروح أنا بقى أعمل كوباية شاي، وأروح آكل لي حتتين بقى بسبوسة على حتتين جلاش كده، عشان أنا عاملة دايت. سلام عليكم.